20 جنيه وبطاقة رقم قومي حرفيا ممكن يخلوك النهارده شريك طلعت مصطفى، سي اي بي، بنوك كتير، شركات بتروكيماويات وشركات اسمده. فيديو التفاصيل المنتظر للاستثمار في اي جي اكس 30 او اكبر 30 شركة موجودين في مصر. الفيديو اللي فات شرحت لك يعني ايه اي جي اكس 30، يعني ايه صندوق سي اي 30. الفيديو ده خليني اقول لك ليه تستثمر في الشركات دي. معظم الشركات دي بتصدر لخارج مصر، وبالتالي ارباحها اصبحت بالدولار. فيوم ما يحصل النهارده ازمه زي اللي حصلت معانا في 2023 واول 2024، استثمارك في الشركات دي ساعتها هيحافظ على قيمه فلوسك كويس قوي. عاوز تتاكد من الكلام اللي بقوله لك ده؟ بص على يناير 2024 في البورصه المصريه في ال 30 شركه اللي بكلمك عليهم. شركه على سبيل المثال زي ابو قير للاسمده، السهم وصل ساعتها من 50 جنيه ل 112 جنيه، اكتر من الضعف. لان الدولار ساعتها يا صديقي وصل لحوالي 75 جنيه تقريبا في السوق السوداء، فاتقيمت الشركة بنفس السعر تقريبا اللي هو 75 جنيه لكل دولار. اكنك من الاخر كده بتشتري شوية ذهب. 30 شركة متقيمين بسعر الدولار. الميزة التانية في ال 30 شركة دول انك انت مش حاطط فلوسك كلها في شركة واحدة او في قطاع حتى واحد. يعني بكرة الصبح لو حصل مثلا ازمة في قطاع البترول او الاسمدة، انت مش هتخسر كتير، لان ال 30 شركة دول فيهم اكتر من قطاع. زي مثلا على سبيل المثال القطاع العقاري، في عز الازمة اللي حصلت في البورصة المصرية في شهر مارس اللي فات، الصناديق اللي بكلمك عليها دي ما خسرتش كتير، او نقدر نقول بشكل اصح حافظت على ارباحها. وده لان كان كل الاسهم بتنزل في البورصة ما عدا اسهم القطاع العقاري، اللي بدوره بيمثل نسبة كبيرة اساسا من اي جي اكس. وبالتالي المخاطرة اللي حضرتك بتتحملها لما تخش في صندوق زي ده أقل بكتير قوي من إنك أنت تفكر تروح تستثمر مع نفسك مهما كانت قوة الشركة اللي أنت بتستثمر فيها. افتكر دايما إن السوق أقوى من أي شركة موجودة أو أقوى من أي سهم موجود. والسوق يعني حركة أكبر 30 شركة في مصر، يعني اي جي اكس 30. تالت سبب بقى يخليك تستثمر في الصندوق ده بالذات، إن احنا كان عندنا مشكلة صغيرة كده في اي جي اكس 30، ان الشركات الكبيرة اللي فيه هي اللي بتهيمن على حركة المؤشر. بالبلدي حاجة زي سي اي بي مثلا، البنك التجاري الدولي ده كان بيمثل حوالي 30% من كتلة المؤشر. يعني من الاخر، سي اي بي طلع المؤشر بيطلع معاه، سي اي بي نزل المؤشر بينزل معاه، لحد ما عملوا لنا حاجة اسمها اي جي اكس 30 كابد. ده بالبلدي مؤشر اي جي اكس 30 هو بس حطوا ماكسيمم ليميت او حد اقصى الوزن النسبي لكل شركة، ان هو لا يتخطى ال 15% من حجم المؤشر. فبالتالي لما تيجي الشركات الكبيرة زي سي اي بي تكسب او تخسر، تأثيرها على المؤشر بيبقى محدود الى حد ما، على عكس اي جي اكس 30. وبالتالي نسبة المخاطرة اللي حضرتك بتتحملها بتقل مرة تانية. اخر سبب يخليك تستثمر في الصندوق ده، انك من الاخر مش هتشغل دماغك خالص بحركة الاسهم. يعني مش كل يوم والتاني تفضل فاتح الشاشة السهم ده طلع السهم ده نزل، ان في مدير صندوق بيعمل الكلام ده نيابة عنك. فهم اللي بيتابعوا حركة السوق، وبناء على حركة السوق دي كلها او ال30 سهم بيبدأ قيمة الوثيقة اللي انت شاريها تزيد او تقل. الوثيقة دي كانت نازلة في 2022 ب10 جنيه بالظبط من سنتين، تمنها دلوقتي حوالي 20 جنيه. يعني لو حضرتك كنت حاطط 100,000 جنيه في سي اي 30 سنة 2022، فقيمتها حاليا 200,000 جنيه بالظبط. هتقولي ما كل حاجة زادت، والطاق 2 و3 و4، بس خليني اقولك ميزة مش موجودة في حاجات تانية كتير من اللي زادوا: السيولة. الصندوق ده تقدر تكتتب فيه بشكل يومي من يوم الحد لحد يوم الخميس، يعني تشتري وثائق براحتك خلال 5 أيام في الأسبوع، وتسترد الوثائق اللي انت عاوزها يوم الخميس. من الآخر الاكتتاب فيه بشكل يومي، ولكن الاسترداد بشكل أسبوعي يوم الخميس بس. ده غير انك انت تقدر تبدأ فيه حرفيا زي ما قلت لك ب20 جنيه. وعشان ابقى صريح معاك، اول عملية شراء منك لازم تشتري على الاقل عدد 5 وثائق، يعني تقدر تبدأ اول استثمار ليك فيه ب100 جنيه حرفيا. بعد كده تقدر تزود بالوثيقة الواحدة، دي تمنها 20 جنيه. مظنش ان كان في استثمار بالمبلغ ده في 2022 قدر يوصل لضعف حجمه. يعني لو فكرت ساعتها انك تروح تشتري ذهب، تروح تشتري عقار، تروح تشتري في الساحل، تروح تشتري في العاصمة الإدارية،
مظنش ان ال20 جنيه دي كانت تجيب لك حاجة من الحاجات دي. والبداية في منتهى البساطة. حضرتك محتاج تفتح حساب في الشركة تكون بتتداول على الصندوق ده. فممكن تتداول على الصندوق ده عن طريق شركة سي اي كابيتال او مصر كابيتال، شركة مباشر، وشركة صندر لتداول الأوراق المالية. في رأيي الشخصي أسهلهم صندر. ابلكيشن على الموبايل، بفتح فيه حساب ببطاقتي الشخصية وببدأ استثماري فيه عن طريق فودافون كاش أو مكان فوري، مرخص من هيئة الرقابة المالية، ففلوسي في أمان. مجرد ما فتحت حساب محتاج تبدأ تعمل إيداع عشان تغذي حسابك ده. بعد ما غذينا الحساب وبقى عندنا رصيد في حسابنا في الشركة اللي احنا فاتحين فيها، على سبيل المثال مثلا شركة مباشر، فببدأ أقول لهم في الشركة أو أروح لهم لحد عندهم وأقول لهم أنا عاوز أشتري وثائق في صندوق سي آي 30. أو لو حضرتك بتتعامل على ابلكيشن صندر، فكل اللي محتاج تعمله تدخل على الابلكيشن، هتلاقي في حاجة اسمها صناديق الاستثمار في الأسهم، من ضمنهم صندوق سي آي 30. صندوق عامل عائد سنوي تقريبا أكتر من 50%. وبكده مبروك عليك، بقيت شريك في أكبر 30 شركة موجودين في مصر.